ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل الأجنحة المقرمشة مع البطاطس الويدجز. بجد وجبة تحفة وفي منتهى الجمال. نسمي الله ويلا بينا على المقادير. أول حاجة عندنا كيلو من الأجنحة قسمناه بالشكل ده، ونبتدي نحضر محلول ننقعها فيه. عندنا معلقة صغيرة من الجنزبيل، وهنضيف المية، وهنضيف معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر وحوالي معلقة كبيرة من الخل وليمونتين. وبعدين هنقلبهم بالشكل ده، وهنضيف الأجنحة بتاعتنا وهنسيبها لمدة ساعتين 3. وهنحضر التتبيلة بتاعتنا. عندنا كوباية مية عادية، وهنضيف حوالي ليمونة كاملة، وهنضيف معلقة صغيرة من الجنزبيل، وهنضيف معلقة صغيرة من البهارات، وهنضيف معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وهنضيف رشة من الشطة وده اختياري، وهنضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنضيف هنا عندنا عود من الزعتر. لو في زعتر مجفف هنضيف معلقة صغيرة، أنا ما كانش عندي فحطيت الزعتر ده. وهضيف معلقتين صغيرين من الملح، يعني حوالي معلقة كبيرة، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه. وبعدين هنضيف الأجنحة، وطبعا احنا عاملين فيها فتحات بالشكل ده، وهنسيبها في تتبيلة لمدة يوم. وهنا هنحضر البطاطس بتاعتنا. عندنا حوالي بطاطسيتين متوسطين قطعناهم بالشكل ده، واديناهم غلوة على النار، غلوة واحدة وطفينا عليها، محطناش ملح ولا حاجة. هنضيف هنا معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وهنضيف زعتر فريش، وهنضيف معلقة صغيرة من تتبيلة البطاطس دي اختيارية بتاعت كنور، وهنضيف معلقة كبيرة من النشا، وهنضيف رشة من الثوم البودر ورشة من البصل البودر ورشة من البابريكا ورشة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من الملح ورشة من السكر ورشة من الروزميري الناشف، بس أنا ببقى فرماه، حطيت رشة منه بتدي ريحة تحفة. هنقلب كل ده مع بعضه، وهنضيف البطاطس بتاعتنا وهنسيبها فيها من ساعة ساعتين تشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها دي، وهنرصها في صينية ونحطها تحت الشواية، وهنقلبها على الجنبين لحد ما تاخد اللون معانا وتستوي وتبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. هنعمل الدقيق بتاعنا اللي احنا هنبدر بيه الأجنحة. عندنا حوالي 3 كوبايات من الدقيق، عليهم كوباية من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والشطة والجنزبيل، كل دول معالق صغيرة، وهنقلب كل دول مع بعض. والتتبيلة بتاعتنا مش هنرميها، هنطلع الأجنحة وهنضيف في التتبيلة دي هنضيف مكعبات تلج، دي هتساعد معانا في القرمشة أكتر. بعدين هنحط الأجنحة بتاعتنا في الدقيق الأول، وبعدين هنحطها في المية، وبعدين هنرجعها الدقيق تاني وهنقلبها بالشكل ده، مش هنضغط عليها، هنقلبها كده. هنكرر الموضوع ده 2-3 والطريقة دي هتدينا قرمشة تحفة زي بتاعة المحلات. وبعدين عندنا زيت سخن، هننزل بالأجنحة بتاعتنا ونخلي النار وسط لحد ما تاخد معانا اللون ده. شايفين لونها عامل ازاي؟ والقرمشة بتاعتها بجد تحفة. وكده الأجنحة جهزت معانا والبطاطس كمان جهزت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين الأجنحة بتاعتنا مستوية ومقرمشة ازاي؟ والبطاطس واخدة طبقة مقرمشة من برا وطرية من جوا، بجد تحفة.
جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة متنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.